السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معانا الشعر ده النهارده زي ما انتم شايفين، الشعر خشابي، الشعر تقيل جدا، الشعر مش ضعيف ولا حاجه، سمكه تقيل جدا جدا جدا. انا وزعت الماده يا بنات، بس التليفون ما صورش يعني. زي ما انتم شايفين، هنسيب الماده هنا ساعه ونص، ساعتين، تمام؟ لان الشعر تقيل فلازم ياخد وقته ان الشعر يتشرب، تمام؟ انا شطفت الشعر نص شطفه وابتديت اكبس الشعريه دي يا بنات. من اصعب انواع الشعر اللي انا اشتغلت فيها. الشعريه ما بتقبلش كبس بسهوله، وده هتشوفيه وانت شغاله. وانا شطفت كمان يعني حوالي ربع شطفه، عايزه اخلي ماده في الشعر نفسه، لان الشعريه دي سميكه. الشعريه دي نوع الشعريه نفسه تقيله، الشعريه تقيله جدا جدا، صعبه في كبسها، وصعبه في توزيع الماده، وصعبه في كل حاجه. الشعريه دي لما تيجي تتعاملي معاها هتحطي بروتين، بس يكون قوي شويه، احماضه تكون عاليه شويه. لو احماضه قليله او نسبه الفرد فيه قليله مش هتفرد معاك الشعريه دي. يعني انا حاولت بقدر الامكان ان انا اخلي الشعرايه تاخد معايا وتفرد معايا، لان لو واحده مبتدئه شغاله في الشعر ده ومش مدركه هي بتعمل ايه، الشعر ده مش هيتفرد، لانه بجد تعبني جدا جدا. ويمكن اول جلسه اتعب فيها كده. الشعرايه ما بتستجيبش بسهوله نهائيا يا بنات، نهائيا. الكبس معايا كتر جدا. انا معليه درجه حراره المكوى 480، دي مكوى لماجي لامور. المكوى يعني يمكن هي المكوى اللي ساعدتني اكتر، انجزتني كتير. بترفعي الخصله، انا سحبت الخصله دي لقيتها عريضه فرفعتها شويه، ان حسيت ان الشعرايه ما بتستجيبش معايا في الكبس. فهنا الشعرايه دي بالذات انت تمسك الشعرايه قبل لما العميله تجيلك تشوف الشعرايه عامله ازاي. الشعرايه دي تقيله، مسامها الحراشف بتاعتها مقفوله، مش هتبقى سريعه معاكي في الكبس. فانت سيبي هنا الماده بتتساب على الشعر حوالي ساعه ونص، ساعتين بالظبط، عشان الشعرايه دي تتشرب وتبقى كويسه. الدخان اللي انتوا شايفينه ده من ان انا ما شطفتش كويس، انا قصدا ان انا ما شطفش كويس عشان اخلي في الشعرايه ماده، عشان الشعرايه دي تستجيب معايا. لان الشعرايه مش بسهوله بتستجيب، مش زي الشعور الضعيفه اللي بتاخد 3 4 كبسات وكده، لا، بتاخد كبس كتير على ما تستجيب، على ما تقول خلاص انا كده اتفردت خلاص. فالشعرايه دي لازم تكوني عارفاها كويس. هيمر عليكي شعر كتير، هتعرفي تختاري الشعر اللي انت شغاله فيه، هتعرفي وتميزي الشعر ده عايز كبسه قد ايه، تمام؟ مجرد ما بتمسكي الشعرايه في ايدك مع التعود، مع الشغل بتاعك، هتعرفي ان الشعر ده محتاج كذا، محتاج كبس كذا. انت مجرد ما تمسكي الشعرايه في الكبس هتشوفي. يعني في العادي لو شعرايه ضعيفه، شعرايه هي فيها شويه هيشان، بس شعرايه في شعر افريقي بياخد كبستين 3 4 5 بالكتير يا بنات. لكن شعرايه زي دي، هي الشعرايه مش افريقيه، هي الشعر خشابي. هنا الشعر خشابي تماما يا بنات، لانه ما بيستجيبش كويس بالمكوى. انتوا زي ما انتوا شايفين كده انا بكبس بالراحه بالهداوه، واخده الشعر على الهادي خالص خالص. الارض مش مليانه شعر ولا الكلام ده. برضو مش مجرد ان هو خشابي فاحنا يعني نتعامل معاه بطريقه وحشيه، او ان احنا نتعامل بسرعه وكبس بسرعه والكلام ده. امشي بالراحه، المكوى درجه حرارتها عاليه معاكي، خد الشعر على الهادي، ما تتعفيش على الشعرايه زي ما انت شايفه. طبعا لازم تغسلي الشعر كويس قبل الجلسه بكلارافاينج، تغسليه تماما. طبعا عملت فيديوهات كتير جدا جدا على الموضوع ده. والناس اللي بتكتب لي في الكومنتات انت ما عندكيش مصداقيه، انت ما بتشطفيش، لا انا بشطف، وبشطف قدامكم، وفيديوهات كتير، بس فيديوهات كتير بشطف فيها وانشف قدامكم، وفيديوهات احيانا بيبقى عندي ضغط شغل النقطه دي ما بجيبهاش، لان انتوا عارفين الشطف يعني انا جبته في كل الفيديوهات. فلما فيديو اعديه ما اشطفش فيه، فدي مش حوار يا بنات. قبل ما تحكموا عليا ان انا عندي مصداقيه او لا، اتفرجي على باقي الفيديوهات. لا انا بشطف، والناس كتير جدا عارفه ان انا بشطف. فما تجيش واحده تقول لي لا ما عندكش مصداقيه، انت ما بتشطفيش. لا، انت اللي مش فاهمه يا حبيبتي والله. انت اللي لسه مبتدئه، او اللي انت لسه جديده في الموضوع، فانت مش فاهمه. دي مشكلتك مش مشكلتي. لا انا بشطف، مش ما بشطفش، دي انا ما فيش شعر بعمله من غير شطف. اه ممكن شعر تقيل اشطفه ربع شطفه، نص شطفه. شعر خفيف مش مستحمل اصلا ممكن اشطفه شطف كامل. ولو اتفرجتوا على باقي الفيديوهات هتشوفوا الكلام ده وتعرفوا الكلام ده كويس. فيعني نحافظ على كلامنا في الكومنتات، لان الكلام بيضايقني. اللي حابب قناتي وحابب يتواجد معايا اهلا وسهلا بيه، واللي هيكتب كومنت سلبي يا ريت ما يتفرجش عليا اصلا، لان الموضوع بيضايقني يا بنات.
انا مش مجبره خالص ان انا اطلع اقول كل اسرار شغلي. انا يا ريت كنت لقيت حد زيي في بدايتي. انا تعبت في بدايتي على ما وصلت. كنت بتمنى ان حد يقول لي اي معلومه، وما حدش قال لي اي معلومه. غلطت واتعلمت من غلطي، وبوظت شعر وصلحت شعر وعالجت شعر، وعدى عليا كتير. لكن انا بجيلك بكل تجاربي، باللي بعمله صح، باللي بعمله غلط، باللي بيطلع كويس، باللي بيطلع مش كويس. انا مش سايبالك حاجه الا لما قلتها لك، وده يمكن مش موجود على اليوتيوب كله. حتى لو بتقولك معلومه ما بتقولكش التانية. لا، انا بطلع بكل مصداقيه، بقول كل حاجه بتحصل معايا، اذا كانت الماده وحشه، اذا كانت الماده كويسه، اذا كنت غلطت طلع معايا دفوات او لا. بوريكم الدفوات بتتعمل ازاي، بوريكم النسب اللي بشتغل بيها. فانا يا بنات يا ريت ان انا كنت لقيت حد في بدايتي زيي. انا يعني الحمد لله رب العالمين، انا بنات كتير بتكلمني وعلى جروب الواتس معايا بقوا في مكان تاني من شغلهم، يعني واول شغل ليهم وبيطلعوا شغل بروفيشنال. ما بقوش محتاجين لحاجه اصلا، ما بقوش محتاجين لكورس ب3 و4000 جنيه. النهارده الكورس وصل ل5000 يا بنات. لا، انت بتكتفي بده، بتجيبي ماتيريال بيهم، بتجيبي مواد تشتغلي بيهم. فما تجيش واحده تقول لي انا انت ما عندكيش مصداقيه. لا، انا عندي مصداقيه. انا الحمد لله رب العالمين ما بخبيش عليكم اي حاجه. ازاي بقى واحده تيجي تقول لي انت ما بتشطفيش واتقي ربنا في شغلك؟ اتقي ربنا في ايه؟ هو انا اصلا مجبره ان انا اطلع على اليوتيوب واشرح كده بكل تفاصيلي؟ انا ممكن اطلع لكم الشعر قبل وبعد. في ناس كتير جدا عاملين قناه على الشورتس بس، وبيدخلوا دخل كويس جدا بالشعر قبل وبعد. انا بطلع اشرح لكم من بدايه للنهايه. فياريت يا جماعه نراعي شعور بعض، ومحدش يقول كلمه تضايقني. مش عاجبك الشغل ما تتفرجيش اصلا. لو انت شايفه ان انا ما عنديش مصداقيه وما بتقيش ربنا في المعلومات اللي بديها لك، ما تتفرجيش. بس اديكوا شايفين يا بنات. احنا طبعا اول ما جهزنا الشعر جهزناه بكلارافين، غسلناه كويس جدا جدا لحد ما الشعر نشف تماما معانا. نشفنا الشعر كويس جدا جدا، وبعدين حطينا الماده وسيبنا الماده ساعه ونص او ساعتين زي ما تحبي، وشطفنا الشعر نص شطفه او ربع شطفه في الشعرايه دي، وابتديت اكبس زي ما انتم شايفين. الكبس هنا يا بنات بفضل اكبس لحد ما لون الشعرايه يغير، مش 3 كبسات ولا 4 كبسات هنا. لا، الشعرايه دي جامده جدا وما بتستقبلش المكوى بسرعه. لازم تكوني عارفاه. لو انت مشيتي بكلام نوسه في الفيديوهات التانية وقالت لك لا ما تكبسيش كتير، لا، في الشعرايه دي لازم تكبسي كتير لحد ما لون الشعرايه يغير معاكي. تاكدي عليها بكبسه كمان وكبستين وخلاص. ولازم الشعرايه كلها قدامك تبقى لون واحد من الجذور للاطراف. ما ينفعش حته غامقه في الشعرايه. لما تبقى حته غامقه يبقى الشعرايه دي ما اتفردتش. هنا كنت خلصت كبس وخدت العميله برضو غسلت لها شعرها اهو مبلول قدامكم اهو، اللي تقولوا مش غسلاه. غسلت الشعر اهو زي ما انتم شايفين يا بنات، وادي نتيجه الشعر النهائيه. والنتيجه كويسه جدا بالنسبه لشعر خشابي ما شاء الله اللهم بارك. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه النهارده. دمتم بخير يا بنات، سلام.